لا صوت يعلى أصوات الرصاص المنهالة رغم الحصار الأمني لقوات النظام على سوريا. قذائف الهاون وصواريخ الدي ان تي وبراميل الطائرات الميج الحربية تنهال في كل صباح وكل مساء. لا صوت يعلى هذه الأصوات. الناس باتت معتادة على هذه الأصوات، والشعب السوري طلب الحظر الجوي، فقام النظام بطائرات الميج بقصف المناطق ردا على هذا المطلب، وقاموا بطلب مناطق عازلة فرد النظام عليهم بقصفها عن بعد. طلبنا التسليح اللوجستي ودعم أفراد الجيش الحر، ولكن لم نجد من هذا الشيء أي دعم بسيط. وهنا أفراد الجيش الحر يحدثون عن الوضع الميداني للثوار أو الجيش الحر الذين هم يدافعون على الجبهات والخطوط الساخنة في شتى أنحاء سوريا عامة وحماة خاصة. يعطيك العافية أخي الكريم. أهلا وسهلا. ممكن تحدثنا عن العتاد والسلاح وكيف عم تأمنوا سلاحكم والوضع بشكل عام؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نعرف عن نفسي، أنا المجاهد عبد العزيز عيسى من كتيبة أحرار الغاب. نعاني من نقص شديد في الذخيرة والعتاد الحربي، وهذا مما يحد من عملنا الثوري. نعم. ونحن نحتاج إلى مضاد طيران نعم. بشكل أكبر مما نحتاج إليه من الطلقات، ونعاني من نقص أيضا في الطلقات، وأحيانا نضطر إلى الاستعارة من الطلقات بأعداد بسيطة. أقول لزميلي أعطيني 10 طلقات وأعطيني 7 طلقات وأعطيني 8 طلقات. تصور إلى هذا الفقر بالمواد الحربية ونقص الذخيرة. يتقاسمونها بين بعضهم. نعاني من نقص شديد، ولو كان يتوافر لدينا العتاد الحربي لكنا قد حققنا النصر، وقد حققنا نتائج متقدمة منذ بداية الثورة إلى حد الآن. ولو يدعموننا بمضاد طيران بنوع من أنواع الصواريخ، لو كانت موجودة هذه لدينا لكنا حضرنا الجو ولم نسمح للطيران الأسد أن يحلق فوقنا. نعم. طبعا كل هذا بعد نصرة رب العالمين. نعم. نحن نطلب النصرة من رب العالمين أولا وآخرا. نعم. لا من أمريكا ولا من العرب ولا من أي أحد، نحن نصرتنا من الله عز وجل. من الله عز وجل. نحن ننتصر بالله. طبعا نطالب ببعض أو القليل من الذخيرة. ما بدنا هالذخيرة العالية، بدنا ذخيرة نحمي هالمنطقة هاي إن شاء الله تعالى. نطالب برشاش مضاد للطيران، نطالب بصواريخ مضادة للطيران. نحن نطالب بهالأشياء البسيطة هاي حتى ننتصر إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله نكون في دمشق في القريب العاجل. النصر من الله عز وجل، ونشاهد قلة الدعم اللوجستي ودعم السلاح لأفراد الجيش الحر. ورغم هذا كله نشاهد ونوثق للعالم أجمع أن السلاح قليل، والثورة مستمرة منذ أكثر من سنة و9 أشهر أو 10 أشهر، ما يقارب السنتان، والنظام لم يستطيع إخماد هذه الثورة سواء بمظاهراتها السلمية أو بحراكها الثوري المسلح. نطالب بدعم أفراد الجيش الحر لإسقاط هذا النظام وإنهاء هذه المرحلة من القتل والدمار والخراب وإنهاء حالة الفوضى. لم يسعنا طلب أكثر من ذلك، طلبنا كثير ولم يتاح لنا دعم الجيش الحر. نحن الآن نطلب من الله عز وجل الحماية الإلهية، لأنها وحدها قادرة على حماية هذا الشعب الأعزل وهؤلاء الأشخاص الضعفاء في عتادهم الحربي. نطالب الحماية الإلهية. وهنا الأخوة قائد الكتيبة وقادات السرايا وثقوا لنا ماذا يحصل لهم وما هم من هذه الثورة، من نقص بالعتاد ونقص بالذخيرة ونقص بالغذاء ونقص بالمواد الأولية لهؤلاء الأشخاص للمسير في الثورة السلمية والثورة المسلحة. طبعا الكل يشهد والعالم أجمع يشهد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. النظام بعد الآن يتبع سياسة الأرض المحروقة، دمر المنازل ودمر المصانع ودمر المعامل لأنها سبب قوت هؤلاء الناس ويتعايشون من ورائها، ليس لديهم سبيل آخر بهذه الأمر. وهنا الأخ يريد أن يوجه رسالة إلى كل إنسان يسمع ويشاهد هذا الكلام الآن. أولا أريد أن أوجه كلمة إلى هذا النظام الفاجر الكافر السافر بأنه بني على باطل. نعم. وما بني على باطل فهو باطل، وأنه زاهق لا محالة. ويقول الله سبحانه وتعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. وأود أن أوجه نداء
إلى كافة قواد الكتائب في كافة أنحاء سوريا أن يلتحموا ويتحدوا، فبالاتحاد يأتي القوة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأريد أن أحرض على الجهاد المقدس في كافة أنحاء الوطن وفي كافة أنحاء العالم. كل من هو قادر على حمل السلاح ويستطيع المشاركة أن يأتي ويشارك في هذا العمل الجهادي العظيم. بإذن الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قوة إلا بالله. ندعي من الله عز وجل الحماية الإلهية، لأننا فقدنا الأمل من جميع أشقائنا العرب الذين كانوا يدعون وقتهم مع الشعب السوري. نطلب الحماية الإلهية. كنا معكم من هنا من سهل الغاب من قرى زيزون وقرية قسطون، خاصة المدمرة والمنكوبة من قبل قوات النظام، وشكرا لكم.